لو هتبتدي تاخد فيتامين دي او حديد يبقى الفيديو ده ليك. فيتامين دي من الفيتامينز اللي بتدوب في الدهون، عشان كده مهم جدا تاخده بعد وجبه فيها دهون. كمان لو اتاخد مع حاجه فيها كالسيوم، الكالسيوم كمان بيسرع من امتصاص فيتامين دي. يعني مثلا ممكن ناخد فيتامين دي كده بعد كوبايه زبادي او بعد كوبايه لبن، عشان نجمع ما بين الدهون وما بين الكالسيوم في حاجه واحده. اما الحديد فبنحب نعمله ماكس مع سناك فيه فيتامين سي زي ثمرة برتقان، ثمرة جوافة، كيوي، وده لان تفاعل فيتامين سي جوه الجسم مع الحديد بيسرع امتصاصه وبيدينا احسن افكت. طب احنا لو ما خدناش السبلمنتس دي مع الاكلات دي مش هيحصل افكت؟ لا طبعا هيحصل افكت، بس انا بقول لكم على الطريقه اللي ممكن نحصل بيها على احسن افكت من السبلمنت. يطلع بقى حد مركز قوي في الفيديوز بتاعتي ويقول لي على فكره في الفيديو اللي فات انتي قلتي ان احنا ناخد الحديد احسن على معده فاضيه، يبقى ازاي بقى دلوقتي بتقولي ناخده مع برتقان او حاجه فيها فيتامين سي؟ اقول له فعلا هو الحديد يستحب انه يتاخد على معده فاضيه، لكن ان كيس ان احنا عاوزين نزود امتصاصه وناخده مع حاجه فيها فيتامين سي، ساعتها هناخد البرودكتس اللي ينفع تتاخد مع الاكل.